السلام عليكم. اليوم طبختي من المطبخ التركي ومن أكلات الصواني بالفرن. جبت لكم أكلة ولا أطيب من هيك، كباب محشي بالبصل أو محشي كباب بالبصل مثل ما بدكم تسموه. شوفوا لي على هالمنظر، أكلة بتشهي ولا أطيب من هيك. بعد ما استوت هيك وتأمر هالبصل والكبابة ونلتها هيك ودوق يا علي. شلون على هالسقسقة؟ يا سلام. هلا هون هي الصينية بالعادة بيستخدموا فيها لحم العجل أو الخروف، أنا بدي أستخدم لحم الفروج. والكباب اللي بدي استخدمه بدي اعمله بنكهة السجق. هلا هون لتحضير السجق بدنا كيلو كباب فروج، ربع كيلو دهنة. عندنا البهارات الخاصة بالسجق. هون عندنا مكون أساسي الشنن، هو عبارة عن قشر رمان مجفف ومطحون ناعم، وطبعا بالإضافة لمكون الأساسي الثاني اللي هي الحلبة المادة الحافظة. وكمان عندنا الكمون وكزبرة وبهار أسود وكبش قرنفل وهيل مطحون، وبالإضافة كمان للدبس فليفلة والثوم المهروس مع زيت الزيتون ورشة ملح حسب الرغبة. أما زيت الزيتون أنا أضفته إضافة من عندي أنا، لأنه لحم الفروج بيكون ناشف فهذا بيعطيه شوي الطراوة والجوسي. ونكهة السجق عنا ما بتبين إلا إذا شلناه بالبراد 24 ساعة، وهيك بناخد أطيب نكهة. وهون عندي تقريبا كيلين بصل غسلتهم وحبتين بطاطا. شوفوا شلون الطريقة مشان نحشيهم، شلون بنقطع البصلة، بنحافظ على قشرتها ما بنشيلها. مثل ما انكم شايفين بالفيديو قسمناها بالنص، ما بنقطعها طاول للأخير، بنخليها هيك شوي لحتى نحسن نحشيها، وقلب البصلة ما بنفضيه، بس هيك بهالطريقة. هلا عنا لتحضير الصوص عنا حبتين بندورة او 3 مبشورين او خلطوهم على الخلاط، وعنا شوية زيت زيتون ودبس رمان ورشة بهار ورشة ملح حسب الرغبة. طبعا بعد ما حركنا الصوص هيك بالصينية قطعت حبتين البطاطا لحتى ننكههم كمان شوي بالصوص. نكهنا البطاطا بالصوص وشلتها على الزيق بالصحن، وخلينا نبدأ بحشي البصل مثل ما انكم شايفين بهالطريقة. وانتبهوا حبة البصلة ما تكبروها كتير وما تصغروها كتير مشان تستوي معنا، وإذا صغرناها كتير رح تنشف. وطبعا بعد ما حشيت البصلات هيك وصفيتهم بالصينية والبطاطا كمان رجعتها هيك على النص، زينا فيها الصينية. حميت الفرن على 180 من فوق ومن تحت، شغلت وما راح اغطي الصينية وبدخلها هيك على الفرن. وهلا شوفوا لي على هالمنظر، شي بيشهي بيغرف القلب. اخذت معي بالفرن 3/4 ساعة بس حسب الفرن، انا فرني شوي حامي بس انتم بدكم تراقبوها. وهيك حبايبي اكلتي صارت جاهزة. نظم النظم، جربوها والله ما راح تندموا. لا تنسوا الاشتراك بقناتي والتعليق الحلو مثلكم والجرس كمان لا تنسوه واللايك، وشكرا لكم.